لكن الواحد يخشى، لأنه كلما راح واحد ما وجد شخص يشبهه في جميع المواقف. فقد عالم مصيبة من أعظم المصائب، ورزية من أشد الرزايا. فقد جاء في حلية الأولياء وطبقات الأصفياء عن سفيان بن عيينة رحمه الله قال: لما مات مسعر ابن كدام رأيت كأن المصابيح والسرج قد طفئت. قال سفيان: وهو موت العلماء. فانظر كيف يجعل الله تبارك وتعالى ما يراه النائم في منامه دليلا وعلامة على ما يقع في دنيا الله رب العالمين. فانطفاء السرج والمصابيح علامة أولها علماؤنا عليهم الرحمة بموت العلماء، ولم لا؟ والعالم في حياته يهدي الناس إلى الحق، العالم في حياته يدل الناس على الله تبارك وتعالى رب الخلق، العالم في حياته يعرف الناس بالحلال والحرام. وفي الفقيه والمتفقه للخطيب البغدادي قال إسحاق: أخبرنا حماد بن زيد عن عاصم عن أبي وائل قال: قال عبد الله، أي عبد الله ابن مسعود: هل تدرون كيف ينقص الإسلام؟ قالوا: كما ينقص صبغ الثوب، وكما ينقص سمن الدابة، وكما يفسو الدرهم عن طول المكث. قال: إن ذلك منه، وأكثر من ذلك موت العلماء أو ذهاب العلماء. وعن حذيفة بن اليمان عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اكتبوا العلم قبل ذهاب العلماء، وإنما ذهاب العلماء موت العلماء. فحذيفة رضي الله عنه يأمر بكتابة العلم قبل ذهاب العلماء، وإنما ذهاب العلماء موت العلماء. وفي قول الله تبارك وتعالى: أولم يروا أنا نأتي الأرض ننقصها من أطرافها. قال علماؤنا: ننقصها من أطرافها أي نخربها ونهلك أهلها. قال مجاهد: هو خراب الأرض وقبض أهلها. وعن عكرمة قال: قبض الناس. وقال عطاء وجماعة: نقصان الأرض موت العلماء وذهاب الفقراء.